أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج السنيور. هنتعرف النهاردة إزاي تقرأ تحليل السي بي سي أو صورة الدم الكاملة لوحدها. يلا بينا. أولا السي بي سي اختصار لكلمتين. سي بي سي اختصار لكلمة Complete Blood Count، يعني صورة الدم الكاملة. دلوقتي هنتعرف على أهم العناصر والاختصارات اللي المفروض تكون عارفها وعارف المعدلات الطبيعية بتاعتها. أولا الهيموجلوبين، والاختصار بتاعه HB. الهيموجلوبين موجود جوه كرات الدم الحمراء، وهو المسؤول عن نقل الأكسجين من الرئتين لمختلف أجزاء الجسم. والنسبة الطبيعية بتاعتها في الذكر من 13 ل 17، إنما في الأنثى من 12 ل 16. تاني حاجة الهيماتوكريت، والاختصار بتاعه HCT. ده نسبة خلايا الدم الحمراء في عينة الدم. في الذكر النسبة الطبيعية من 40 ل 50%، إنما في الأنثى من 35 ل 45%. بعد كده الار بي سيز اللي هي كرات الدم الحمراء، والنسبة الطبيعية اللي موجودة في الذكر من 4 ل 6، إنما في الأنثى من 3.5 ل 5.5. بعد كده الوايت بلاد سيلز اللي هي الكرات الدم البيضاء، والنسبة الطبيعية من 4000 ل 11000. نيجي بعد كده لكام عنصر مهمين موجودين تحت مظلة الوايت بلاد سيلز. هي النيتروفيلز، وهي الخلايا المتعادلة، وده أهم نوع وهو المسؤول عن مواجهة أي عدوى بكتيرية، والنسبة الطبيعية بتاعتها من 50 ل 75%. تاني حاجة الليمفوسايت، وهو الخلايا الليمفاوية. الخلايا دي بتقوم بإنتاج أجسام مضادة لمواجهة أي فيروسات بتدخل الجسم، والنسبة الطبيعية من 20 ل 40%. أما المونوسايت هي خلايا وحيدات النواة، والنسبة الطبيعية بتاعتها من 3 ل 7%. بعد كده نيجي لعنصر تاني مهم جدا، هو البليتلت، واختصاره BLTS. هو عدد الصفائح الدموية، والمعدل الطبيعي بتاعه من 150 ألف لحد 450 ألف. بعد كده بنلاقي شوية اختصارات زي MCV، ودي اختصار لكلمة المين سيل فوليوم، يعني متوسط حجم خلايا الدم الحمراء. نسبة طبيعية من 76 ل 100%. الاختصار التاني ال MCH، هو اختصار لكلمة المين سيل هيموجلوبين، هو متوسط تركيز الهيموجلوبين. النسبة الطبيعية من 27 ل 33. بعد كده ال MCHC، هو اختصار لكلمة مين سيل هيموجلوبين كونسنتريشن، يعني نسبة متوسط تركيز الهيموجلوبين، والنسبة الطبيعية من 33 ل 37. آخر حاجة الريتيكولوسايت، وهو عبارة عن كرات الدم الحمراء الغير ناضجة، وبعرف منه مدى سلامة النخاع العظام، وبيستخدم في تشخيص حالات الأنيميا، والنسبة الطبيعية بتاعته من نص لحد 2%. وبس كده. أتمنى تكون دلوقتي عرفت النسب الطبيعية وعرفت تقرأ تحليل صورة الدم الكاملة لوحدك. سلام.